غانم. الكوره عاليه و جه اداء على فكره ملعب الثاني بتاع نادي النصر، وده كان طلب كابتن ابراهيم حسن، عايزين يلعبوا في الملعب، ما كانش عايزين جمهور كتير وعايزين يعني يتمرنوا تمرينه كويسه. عايز اقول لكم ان الحكم حسب ضربه جزاء على احمد غانم، فكل الناس استغربوا في الملعب حتى الكابتن حسام. وبعديها كان في ضرب قوي جدا من لعيبه ايران للعيبه الزمالك، والحكم لا يعطي انذار. هو على فكره حكم اماراتي بيحكم في دوري الاماراتي. وبعد كده محمد يونس دخل على لاعب قوي جدا مع المنتخب للعيبه لاعب ايراني، فالجهاز الطبي بتاع الفريق الايراني جه جري على دكه البدلاء بيتخانق مع حسام ابراهيم، يعني بيقول لهم العبوا بالراحه شويه، خلي اللعيب محمد يونس ده يلعب بالراحه شويه. فالكابتن حسام اتخانق معاه، فراح محمد عبد الله الحكم نزل بيتكلم، فكابتن حسام بيقول له احمي اللعيبه، فراح كابتن محمد عبد الله طرد حسام بره الملعب. فحسام حسن رفض انه يخرج من الملعب، اداله وقت 10 دقائق ولغى المباراه وخرج، والفرقتين اتمرنوا في الملعب والمباراه لم تكتمل. وادي الكابتن ابراهيم، هو ما بيضربش ده اللي حصل. الحكم هو مستني، هو اسمه محمد عبد الله، حكم مش سكند هاند زي ما بيقولوا الناس، حكم راجل بيحكم في الدوري الاماراتي للمحترفين. جمهور بيحيي حسام وبيقول له ما تخرجش. بيقول له ما تخرجش. الحكم لغى المباراه وخرج، وبصراحه يعني ما حدش يزعل مني، الحكم شويه يعني كان عصبي شويه في المباراه دي، وكان لا يعطي انذارات للعيبه اللي بتلعب بخشونه. وخرج، ولعيبه نادي الزمالك اتمرنت اسامه في الملعب، ولعيبه ايران اتمرنوا.